تعالَ أقول لك لو أنت من الأشخاص اللي عندها جلد ولوم على نفسها طول الوقت ومش عارف أعيش حياة مبسوطة بسبب إن أنا متضايق من نفسي طول الوقت، تعالَ أقول لك اعمل إيه، أهم 3 خطوات تعملهم. أول حاجة ركّز على تفكيرك دلوقتي، أنت مركّز على إيه؟ هتلاقي نفسك طول الوقت عمّال تتشد للماضي واللي حصل في الماضي والتجارب اللي أنت مرّيت بيها، فقاعد ندمان عليها، يا إما في بُكرة اللي هو مش ملك إيدك وعمّال عندك قلق منه. ركّز على الواقع اللي في حياتك والحقيقة اللي هو الآن. ركز على اللحظة الحالية. رقم 2، ابدأ بص لإنجازاتك اللي انت مريت بيها في حياتك. أنا أكيد عملت إنجازات، مفيش إنسان ما عملش إنجازات في حياته. اكتب الإنجازات ولو بسيطة اللي انت عملتها في حياتك. ابدأ تذكر في حياتك التجارب اللي انت مريت بيها ازاي، اللي انت اتعلمته من التجارب دي وغير من شخصيتك وقواها ازاي. ده هيفرق معاك جدا وهيخليك تبدأ تحب نفسك. رقم 3، بص على ربنا انه عطاك نعم كتير في حياتك. بص على كل نعمة، اشكر وامتن. يا جماعة الشكر والامتنان بيديك رضا وحب من جوه وبيديك سلام. ابدأ كل يوم في حياتك اول ما تقوم من النوم، ابدأ بالشكر والامتنان لكل نعمة في حياتك موجودة ربنا عطاها لك.